طيب انا معي على الهواء مباشره الاستاذ ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى ورئيس حزب الجيل الجديد، وحضرتك دايما بتقول لي ركز على رئاسه الحزب لان هي اللي باقيه، الشورى الله اعلم اللي بيحصل ممكن صحيح. والاستاذ مصطفى حموده وكيل مجلس الشورى، اهلا بحضراتكم. اهلا بيك. احنا عندنا استفسارات كتيره جدا وارجو ان انا انوب عن رجل الشارع، لكن انا استاذن حضراتكم الاستاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلام عامل مؤتمر صحفي، المفروض ان هو عضو المجلس الامن القومي، هنشوف كده هيقول لنا ايه عن نتائج الاجتماع. لا هو مش عضو، هو دعي اليه او دعي اليه، هو وزير العدل. وزير العدل، وقالوا كمان وزير الماليه كان موجود يعني. هو وزير العدل. طيب هنشوف كده اخبار الدعوه دي ايه واخبار ما سيدلي به وزير الاعلام. التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بنزاهتها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لأي فصيل على أساس الدين أو الجنس، حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية. 4. يجدد المجلس ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه، ويدعو المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون. 5. يؤكد المجلس إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره في تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه في إطار المصالح العليا للوطن. 6. يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة في ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويطالب المواطنين الشرفاء بمعاونتهم في ذلك. 7. يؤكد المجلس على قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون، بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة، وبما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر على أمن وسلامة البلاد. 8. يؤكد المجلس أن القوات المسلحة المصرية ملك للشعب المصري العظيم، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية، وتحرص على تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة. حفظ الله مصر شعبا وأرضا، وسدد على طريق الحق خطاها، وجمع أبناءها على كلمة سواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجرنا أخضر، فجر منور، طارح عزة وطارح ضيق، عايزين بكرة اللي في أحلامنا، عايزين بكرة اللي ملوش زي مصر الكل، المصريين المحروس. طيب عودة لضيوفي اللي مشرفينا على الهواء مباشرة، يعني نبدأ بالتعقيب على المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام والاجتماع مجلس الدفاع الوطني. يعني أنا مندهش إن وزير الإعلام المفروض هو اللي طلع قال هذا البيان. المفروض مين اللي يطلع يقول؟ لأن وزير الإعلام حد من الرئاسة ولا مين؟ وزير الإعلام ليس عضوا في مجلس كان مدعو والمفروض إنه بيمثل الحكومة فيها هو رئيس الوزراء. وبالتالي كان المفروض رئيس الوزراء هو اللي يطلع يدلي بهذا البيان، لأنه الدفاع الوطني معروف مين
اعضاء. يا اما رئيس الوزراء يا اما متحدث رسمي باسم الرئاسه مثلا. هو ولا متحدث رسمي، هو رئيس الوزراء التنفيذي اللي موجود رئيس الوزراء، لان الباقي بتاع مجلس الشورى ده منصب او موقع نيابي، وبالتالي كان المفروض رئيس الوزراء هو اللي يطلع يقول هذا البيان. انما هو ومع ذلك الاستاذ صلاح مقصود وزير الاعلام هو تحدث على ان يعني مع حريه الاعلام، برغم احنا شايفين في هجمه على الاعلام. فهل معنى هذا الكلام ان ده في اتهام اخر ان في اخوانا للاعلام ان مجلس الدفاع الوطني يعني هيفرض على الرئيس والحكومه ان هم يلتزموا باعلام حر ويبطلوا هجوم على الفضائيات والصحافه الخاصه؟ وهو في هجمه من فتره طويله، وكان جالنا صراحه مع مقصود وزير الاعلام في مجلس الشورى، وانا تحدثت معه بصراحه على ان الاعلام الحر ده هو اللي كان بيوصل صوت الاخوان قبل 25 يناير. هو احنا بنستنكر اي هجمه على الاعلام، حتى كمان اللي تعرض ليه موقع الاخوان اونلاين برضو كمان بنستنكره، وغيرها من كل وسائل التعبير ليها كل الحريه ان هي تعبر بوجهه نظرها، والراي يحججه الراي بالظبط. ما هو يعني بصفه عامه انا قلت الفضائيات والاعلام الخاص. ما هو اخوان اونلاين اعلام خاص وليس اعلام دولي. لان الدوله باعلامها في كلام كتير يتقال بداخل الاذاعه والتلفزيون بقنوات مختلفه، ولكن انا استبشر خير ان الدوله هتكف ايديها وايد وزير الاعلام عن التعرض للاعلام الخاص، سواء كان اعلام فضائي او اعلام صحفي. ده الايام اللي هتثبت هذا الكلام. طيب استاذ مصطفى، يعني مما قيل على لسان السيد وزير الاعلام ان تاكيد القوات المسلحه ان هي ملك للشعب، وانها تقف على مسافه واحده، وان ليس لها اي مشاركه تنم عن مذهب سياسي معين او ولاء لفصيل على اخر. يعني الى اي مدى ممكن البعض يبقى مع الراي اللي بيقول ان لماذا تاخر نزول القوات المسلحه وهي تعلم مسبقا حاله الشارع، كانت ممكن ان هي تساهم بشكل او باخر في توفير امن اكتر وتقليل عدد الضحايا بشكل ملحوظ؟ الاجابه بعد رفع اذان العشاء. طيب سؤالي كان لحضرتك قبل الفاصل، اقوله ثاني ولا متذكر؟ يا ريت. هو عن القوات المسلحه، بيتكلم عن القوات المسلحه، والظاهر كان بيقول لماذا تاخر نزول القوات المسلحه، وان هي عارفه ايه الاوضاع، وكانت ممكن بشكل او باخر تقلل سلبيا يعني او الخسائر السلبيه اللي حصل. اولا القوات المسلحه القائد الاعلى لها هو رئيس الدوله، وهو اللي من المفترض انه يصدر الاوامر لنزول القوات المسلحه، ولو حدث غير ذلك يبقى انقلاب من القوات المسلحه على رئيس الدوله، وبالتالي التاخير يبقى يحمل للدكتور محمد مرسي. بالظبط حضرتك بالظبط. يعني انا ما كنتش اتمنى ان هذا المستوى من الاداء الهزيل لمؤسسه الرئاسه، وبعد يعني 24 ساعه تقريبا يخرج وزير الاعلام بهذا الكلام ليقول ان دعم رجال الشرطه وان القوات المسلحه لا تتدخل في العمليه السياسيه وتدرك واجبها الوطني وتحرص على تحقيق طموحات الشعب. كل ده شيء احنا عارفين ان القوات المسلحه حريصه على طموحات الشعب. ده تطمين للشعب، ولا ربما يكون من وجهه نظرك تطمين لفصيل معين؟ الشعب المصري لان ممكن يكون نزول القوات المسلحه يقلق فصيل معين، يقلق الاخوان المسلمين. مطمئن تماما. ده طمأنة لمين اقصد؟ مطمئن تماما الشعب المصري للقوات المسلحه. لكن يعني احنا امبارح يعني تقريبا لا نحتاج من يطمئننا. امبارح تقريبا استاذ ابراهيم توفى 6 في السويس، قالوا 8 يعني في اخر اليوم كده وصلوا. والنهارده تقريبا حتى الان 30 في 8 في السويس، واحد في اسماعيليه وبورسعيد، والبلد مولعه ولم يخرج علينا رئيس الدوله حتى الان ليقول هل مطالب هذا الشعب شرعيه ام غير شرعيه؟ الا تعتبر تصريح وزير الاعلام ده معبر عن اللي عايز يقوله رئيس الجمهوريه؟ يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. لما الشعب المصري خرج في 25 يناير من سنتين كان له مطالب محدده، ومطالب اعتقد سهله وليست يعني الشعب المصري شعب بيكتفي باي شيء، عيش وحريه وعداله اجتماعيه. انا بقى يعني امارس سلطتي واسال حضرتك هل تحقق اي شيء من الثلاث حاجات دول؟ انا كنت جايب رغيف عيش على فكره اهوت. لا حتى قدمته للكاميرا في الاول. لو عجبكم على فكره احنا ممكن نجيب لكم من عندنا من المنوفيه. لا ده بقايا رغيف يعني. لا والله ده رغيف والله كامل يعني. قبل المنوفيه ولا احنا يا فندم قبل المنوفيه ده مش عارف ايه الحكايه. ممكن على فكره ندرس المساله ديت. طيب انا هتنقل بس للجزئيه ديت بسؤال للاستاذ ناجي الشهابي. طب يعني الرئيس طلع على تويتر بالامس وقال تغريده يعني رثى فيها
شهدائنا وعز اهاليهم والى اخره. البعض كان بيوجه لوم للبرادعي قبل كده ويقول ان هو يتواصل مع الناس من خلال تويتر. طب بس البرادعي مش رئيس الجمهوريه، لما يحصل ده من رئيس الجمهوريه تعليقك ايه على الجزئيه دي؟ وهل كل الشعب المصري بيلعب على الفيسبوك او بيشتغل او بيتابع التويتر؟ طبعا هو اداء مرتبك واعتقد. طيب انا هستاذنك بس في مداخله تليفونيه. نكمل بس. ما هو معانا على التليفون، يعني معانا مداخله هاتفيه مع اللواء حسن موسى رئيس الاداره المركزيه لتامين مرافق النقل علشان يطمنا على احوال السكك الحديديه والطرق. اهلا بيك يا فندم. نور يا فندم. حضرتك يعني هل يمكن ان تضعنا في مشهد كامل عن احوال الطرق والسكك الحديديه اخر الاخبار؟ هل في احداث جدت؟ هي بالنسبه يا فندم نظرا للاحداث الجاريه اليوم يعني 26/1 بالذات في محافظه بورسعيد 30 يا فندم. نعم 30 ومرشحين للزياده. لا يا فندم انا مش بقول على القتل او الجرح، انا بقول بالنسبه لخطوط السكك الحديديه. قررت الهيئه ان خط القاهره بورسعيد هيطلع من القاهره حتى محطه الانطره. محطه انطره شرق وبعد كده الناس تكمل بقى. لا الانطره غرب يا فندم. سوري انطره غرب. ايوه تمام يا فندم. ايوه يا فندم. وعدم دخول القطارات لمحطه بورسعيد. ايوه. لعدم تعرضها لاعمال. طيب سياده اللواء الجيش موجود يعني، وقيل على لسان المتحدث الرسمي ان هم هيامنوا الافراد وهيامنوا المنشات المختلفه والمرافق الحيويه. الا يعتبر مرفق السكه الحديد مرفقا حيويا؟ مرفق حيوي يا فندم، بس هو مرفق متحرك لان ممكن اثناء دخوله بورسعيد السكه الحديد بتاعته تتقطع او يتم التعدي على القطارات وهي ماشيه فتحصل خسائر يعني. طيب احنا عايزين نطمن من حضرتك على الوضع بالنسبه للسكك الحديديه في محافظات الدلتا كمان بالتحديد، واحنا مسؤولين عنهم اعلاميا. يعني في المنوفيه كان في قطع شريط سكه حديد، في كفر الزيات حصل، في المحله كان في محاولات، في دمياط كان في نفس في كفر الشيخ. تمام، بس ده كان الاحداث دي معظمها كانت امبارح، كان في عدد كبير من قطع السكك الحديديه والطرق ونزول لمحطات المترو في القاهره الكبرى. انما الوقت السكك الحديديه معظمها بتعمل عادي، عدا زي ما قلت لحضرتك عدم دخول القطارات لمحطه بورسعيد. لكن احداث الامس يا سياده اللواء ما نجمش عنها اي تلفيات؟ ما نجمش عنها اي تلفيات للخطوط؟ لا يا فندم ما نجمش عنها. الوضع النهارده مطمئن باستثناء عدم وصول القطارات لمحطه بورسعيد. تمام يا فندم. طيب هل حد من حضراتكم عنده استفسار لسياده اللواء؟ طيب شكرا جزيلا لسياده اللواء حسن موسى رئيس الاداره المركزيه لتامين مرافق النقل. وارجو من زمايلي ما تحاولوش لينا مداخلات هاتفيه يا جماعه قبل اكتمال الاجابه علشان ضيوفنا بيزعلوا. اتفضل يا استاذ ناجي. يعني هو المشهد كله بيقول ان في اداء مرتبك في الرئاسه. اتفضل. وان هيئه المستشارين الرئيس مرسي فجانا بيهم بتعينهم من اطياف سياسيه وفكريه. مش كل وقت استقالته يا فندم، وفي حد لسه تاني؟ لسه موجودين. لسه في موجودين. واضح ان ادائهم لا يمكن ان يرقى ابدا الاداء داخل مؤسسه الرئاسه. وان نفس البطء الشديد اللي كنا بنعاني منه ايام ثوره 25 يناير ايام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، هو نفس هذا البطء الشديد انتقل اليه، وكأن الكرسي بيصيب اللي عاد عليه بالتوهان. مش عايز اقول كلام تاني يعني. وبالتالي الشعب المصري هو غاضب، لان اللي اوجدنا في هذا المشهد هو ذلك الاداء المرتبك من مؤسسه الرئاسه. من يوم ما طلع الرئيس مرسي الاعلان الدستوري، من يوم ما حصل الجمعيه التاسيسيه، من يوم ما حصل مجلس الشورى باعلان دستوري ليس له الحق في اصداره، وهذا المشهد السياسي المرتبك في مصر. واصبحت مصر فريقين، وكاننا فعلا فريقين او شعبين. فريقين حاليا. والاحتقان السياسي من النخبه المصريه وصل الى الشارع المصري. ومفيش اي تحرك جاد من قبل القائم على امور البلاد لكي ينهي هذا الانقسام الحاد في الشارع السياسي. وهي محتاجه كلام محدد، محتاجه ان الرئيس يطلع يعتذر للشعب المصري واعتذار واضح. فقط الاعتذار ولا في مجموعه من الخطوات لو انت متخذ قرار لسه في وقتها؟ البدايه اعتذار على كل الدماء التي صارت في مصر من اول قصه الاتحاديه. يعني الظهور من خلال موقع التواصل الاجتماعي مش كافي؟ لا ده هذا الكلام ده عبث. هذا الكلام عبث ويجب ان يقلع عنه فورا.
رئيس الدوله يطلع لشعبه. ممكن يكون وجهه نظره ان ده موقع مثلا من مواقع التواصل بين الناس ومعترف بيه وعدد الرواد كتير. يا سيدي هذا هو رئيس دوله مصر. مفيش رئيس في العالم بيتواصل مع ناسه بتويتر او بالفيسبوك. الرئيس معروف قوي انه يحاسب سياسيا يروح قدام البرلمان. مجلس النواب غايب يروح مجلس الشورى يقول خطاب سياسي امامه، يطلع يقول خطاب سياسي يوجه للامه يشرح فيها ابعاد الموقف. وزي ما بقول لك لن نقبل باقل من اعتذار واضح من الرئيس على كل الدماء التي أريقت من الشعب المصري من ايام احداث الاتحاديه حتى امس. اليوم 30 الى 40 شهيد في السويس. طب البعض يقول وانتوا كشعب ليه هتقبلوا اعتذار؟ يعني بعض حتى اللي هم بيتكلموا ويترحموا على النظام السابق، واذا ان انا برضه هحاول ان انا اكون معبر عن الكل. يقولوا طيب هو مبارك كان بيحاكم على ايه؟ لا ما هو التوصيف القانوني عن الامتناع السلبي عن اصدار اوامر لحمايه المتظاهرين. لا ما حكمت النقد نفسها. فلماذا لم تقبل اعتذار من مبارك وتقبل اعتذار عن دماء مسؤول عنها مسؤوليه مباشره الدكتور محمد ومع ذلك محكمه النقد نقضت الحكم بتاع مبارك والعدل ورفضت طعن النيابه. معناها ان عندها ادله انها استقر في يقينها من محكمه النقد ان الحكم غير عادل. نمره 2 وانا مش عايز منه اعتذار بس، انا عايز منه يعني مبادره مصالحه وطنيه شامله منها ما اختلفنا عليه كسياسيين. طيب هستأذنك يعني صياغه ملامح المبادره دي هنبقى نقولها في حينها. انا عايز بس اسال الاستاذ مصطفى، الى اي مدى تعتقد حضرتك ان التوتر الشارع وزياده الغضب في الشارع ممكن يكون بشكل او باخر راجع لاصرار متخذي القرار في بلدنا تسويق الامر وكانه احتفاليه لانجازات تمت يا استاذ مصطفى؟ لا اعتقد احنا بنحتفل فعلا من وجهه نظرك؟ معلوم لدى الجميع أن هناك حالة من الاحتقان في الشارع المصري منذ فترة طويلة، وأعتقد أن مؤسسة الرئاسة والداخلية، وأعتقد أن ده كان أحد أسباب تغيير اللواء أحمد جمال الدين اللي حدث يوم الاتحادية. واللي حدث امبارح يؤكد هو محمد إبراهيم وزير الداخلية جه ليه؟ جه لقمع المتظاهرين. واللي حدث امبارح وفاة 8 متظاهرين، واللي حدث النهارده في بورسعيد وفاة 30 متظاهر و300 مصاب، الحقيقه سيء جدا. حاله من يقولون ان هو نوعيه من الغاز مستورده حديثا من امريكا يعني لهذا الشان. حاله من الصلف لدى مؤسسه الرئاسه، رئيس حكومه غير قادر على اتخاذ القرار. وانا اعتقد انه يجب يعني إذا كان بيحترم نفسه بعد ما حدث لهذا الشعب أن يستقيل. وزير داخلية بعد ما حدث يجب أن يستقيل. لو قارنا الأحداث دي بالأحداث اللي حدثت يوم 25 يناير منذ سنتين مع بداية الثورة المصرية، لم يحدث يوم 25 ما حدث بالأمس. ورغم ذلك أقيل وزير الداخلية. يعني أنا كنت أتمنى بعد ما قيل امبارح انه في السويس بعض رجال الامن اعتدوا على المتظاهرين بالضرب ان يقدم وزير الداخليه استقالته. كنت اتمنى، حتى بعضهم طلع وبرر قال على فكره ده نوع من الثأر لمقتل جندي. كنت اتمنى من رئيس الدوله ان يخرج ببيان عاجل على الشعب، عاوز يدين، عاوز يستنكر، عاوز يشكب. كل ده كلام عفى عليه الزمن والشعب المصري سمعه كثيرا، لكن الشعب المصري في حاجة إلى حلول. احنا لم نرى حتى الآن رئيس دولة قال انه هيحقق في قتل المتظاهرين. يعني وزير الإعلام في بيانه دلوقتي تكلم عن أمور كثيرة جدا لم يتقل. لا بس الرئيس على فكرة في التغريدة على تويتر قال ده. قال ايه؟ قال ان هو على فكرة لن نترك الجناه، لن نترك المتسبب، وان الجهات المختلفه المفروض ان هي تتولى مسؤوليتها. هذا يعني مش ده اللي سمعناه يوم، مش ده اللي سمعناه يوم الاتحاديه. وماذا حدث؟ لا احنا سمعناه ايام شهداء رفح. ماذا حدث؟ كمان يعني في لجان. ماذا حدث؟ انا مش بجاوب على نفسي، انا بحاول احط نفسي مكان الطرف الغائب. يعني طيب احنا بنطرح ما يدور في الشارع اهو. ماذا حدث يوم الاتحاديه؟ حد عرف مين اللي ضرب ومين اللي ما ضربش؟ لم يحدث حتى الآن. حد عرف بتوع شهداء رفح؟ حللوا الجثث اللي جت من إسرائيل وعرفوا العناصر ولم يعلنوا حتى على الشعب حتى الآن. يا سيدي احنا أصبحنا نحكم، يعني أنا مع الأسف بحكم أسوأ مما كان يحكم به الشعب المصري. أنا عايز لو حضراتكم عندكم استفسارات للسيد اللواء حاتم عز الدين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية عشان الأوضاع في طنطا أو الغربية عموما والمحلة بشكل خاص يعني. معنا مداخله هاتفيه مع السيد اللواء حاتم عز الدين مساعد وزير الداخليه ومدير امن محافظه الغربيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. كان الله في عون حضرتك.
وربنا يعين مصر كلها ويجنبها كل زلل وكل شرر. طيب ويزيح هذا العنف الغير مبرر. احكي انت حضرتك شايف انه غير مبرر يا فندم؟ يعني العنف الغير مبرر يعني. طيب احكي لي كده او حاول ترسم لنا صوره متكامله عن اخر الاخبار على مستوى محافظه الغربيه بشكل عام ومركز ومدينه المحله بشكل خاص، يعني لان ليها طبيعه خاصه يعني. يعني هو بالنسبه للمحافظه الغربيه امبارح كان في شويه تجمعات امام المحافظه، حوالي 2000 واحد امام المحافظه، وفي حوالي 3500 في ميدان الشرطه المحلي. بالنسبه لمحافظه طنطا حاولوا هم يقتحموا المحافظه والمديريه الامن عده مرات، حاولنا بضبط النفس والتواصل معاهم ويقنعهم بالالتزام بسلميه التظاهر وتواجد في الجزيره الوسطى في شارع الجيش، وهو المكان المحدد للتظاهر دائما يعني، الا انهم قاموا برشق الحجاره وحاولت وإلقاء زجاجات المولوتوف، مما اضطر القوات انها تتعامل معهم بالغاز وتختلط على الموقف ومنعتهم من الاقتحام وانفاضهم وانصرفوا يعني. بالنسبه للمحله 3500 برضه عملوا مسيرات عده في المدينه، ثم وتواجدوا في ميدان الشؤون وعبروا عن رايهم بشكل حضاري، الا انهم هم في النهايه البعض منهم حاول قام باشاعه اظهارات التوشي على سكه الحديد لايقاف الاعتراض، وكنا بالتواصل معهم وكنا بإقناعهم وانصرفهم. عدد الاصابات هناك دلوقتي ايه؟ عدد الاصابات يا فندم، عدد الاصابات في احصائيه عند حضرتك؟ الاصابات حوالي 10 في قوات الشرطه، ما فيش اصابات في المواطنين. 10 ماشي، ما دول مواطنين يعني، واحنا جايبينهم منين؟ من المصريين. انا بتكلم يعني الاصابات في ناحيه الشرطه مش في ناحيه 10 اصابات. طيب انا عايز اسال بس حضرتك، لانك مشكورا تفضلت قلت احنا حاولنا ان احنا نلزمهم في مكان مخصص للتظاهر. هي الناس طالما انهم ملتزمين بالسلميه، ايه المانع ان انا يا فندم اتفضل. انا ما بقولش مكان، ولكن يعني ببعدهم عن انهم يحاولوا الاعتداء على المنشآت زي محافظه الغربيه وزي مديريه الامن فقط. ايوه فندم. انما والتزموا بالتظاهر في اي مكان وعبروا عن رايهم دون تدخل من اجهزه الامن، لان الامن بيقوم بمسؤولياته بواجبه نحو تامين اي مظاهره سلميه. طيب الاستاذ ناجي الشهابي معانا والاستاذ مصطفى حموده. الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى، والاستاذ مصطفى حموده وكيل مجلس الشورى، عندهم اسئله لحضرتك. استاذ ناجي محلاوي. ايوه يا حاتم بيه. اتفضل. يعني انا بدايه احييك على الموقف الملتزم للشرطه في محافظه الغربيه. لم يسقط اي ضحايا من المتظاهرين، لا ما بين قتيل ولا مصاب، وده يؤكد ان الشرطه في الغربيه ملتزمه بحمايه المظاهره السلميه حتى لو خرجت بعض الشيء عن سلميتها، وارجو ان يستمر هذا الموقف، لان في النهايه احنا مش عايزين نكرر في مدينه المحله او في المحافظه بصفه عامه ما حدث في السويس او حدث في الاسكندريه. وعلمي ان وانا اعلم ان الشرطه في المحله يعني بذلت مجهود ضخم جدا في ضبط النفس، وانها لم تبادر حتى خروج بعض المتظاهرين العنف بالعنف. ولكن يعني مساله ان بعض المتظاهرين او ال 3500 هم كانوا اكبر من كده شويه راحوا على مجلس مدينه المحله. انا من خلال يعني عرفت باللي حصل هو اتفضل. لو حبيت اوضح لحضرتك اتفضل. هو انت حضرتك مظبوط تماما، وانا متاكد ان حضرتك فعلا ان احنا بجد يعني العقيده الامنيه اتغيرت منذ القيام ثوره 25 يناير على مستوى كل المحافظات يا فندم. الشرطه الان تقوم بحمايه التظاهر وحمايه المظاهرات السلميه وحمايه المواطنين، وهي الشرطه للجميع وليست لتفصيل دون وقت. انا اشهد بذلك. بالنسبه للي حدث بالنسبه للتعدي على مجلس مدينه المحله، ان هو بعض الاشخاص او المتظاهرين او المنتسبين معاهم عندهم حوالي
300 واظن ده عدد كبير حاولوا اقتحام مجلس المدينه ولكن القوات منعتهم. معانا مجلس المدينه يا فندم لو حضرتك شايفنا معانا مجلس المدينه وتم احراقه على فكره. فقاموا بالقاء 3 زجاجات مولوتوف احداهم استقرت داخل المجلس وقامت بحرق المكتب المخصص للمحافظ لدى حضوره لمدينه المحله والقاء الاجتماعات. والاستعانه وتم الاستعانه بسيارات الاطفاء وتم السيطره على الحريق واطفائه. بعد كده بعد الحريق احنا حاولنا برضه تهدئتهم واستيعابهم وصرفوهم من امام مجلس المدينه الا انهم عددهم زاد وابتدوا يحدثوا زجاجات مولوتوف واحترقوا على مجلس المدينه وعلى اسم اول المحل. ايوه يا فندم. استاذ مصطفى كل اللي حدث لما اضطر ان احنا نتعامل معهم بقدر يسير بين قنابل المثيره للدموع لتفريقهم وبعضهم عايز انهم يقتحموا تلك المنشات. وضبط البعض منهم. سامعين ان في تركيبه مختلفه للقنابل العدد من الافراد ومن المسندين اثناء القوم الحجاره على اسم اول المحله وعلى مجلس المدينه. طيب في سؤال اخر واخير للاستاذ مصطفى حموده. اتفضل يا استاذ مصطفى. سياده اللواء تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل رجال الشرطه في الغربيه، والحقيقه نحن ندين العنف بكل اشكاله، وانا ارى انه لا يوجد عنف مبرر وعنف غير مبرر، هو في النهايه عنف. لكن الحقيقه انا جاي من المحله دلوقتي وحبيت ان انا امر على مجلس مدينه المحله وما لقيتش ولا رجل امن امام مجلس مدينه المحله حاليا، والمسافه بين السور وبين مكتب المحافظ وبين مكتب رئيس المدينه حوالي يعني 40 متر تقريبا، فكانت مسافه كافيه ان احنا نبعد المتظاهرين عن هذا المكان. لكن في النهايه انا اتفق مع ناجي بيه ان سلامه المتظاهرين وسلامه رجال الشرطه هي اهم عندنا من كل شيء. طب انا عايز اوضح حاجه، هو القوات موجوده وموجوده داخل مجلس المدينه والقوات موجوده امام مجلس المدينه لان احيانا القوات موجوده بالكثافه ممكن يستفز المواطنين ويستفز المتظاهرين واللي بيعبروا عن بسلميه عن ارائهم وعن افكارهم. وصلت الرساله. ما بنضطرش لاستعمال القوه الا وقت اللزوم وبرضه حفاظا على حياه المواطنين زي ما انت حضرتك بتقول وحياه افرادنا زي ما حضرتك وضحت يعني. ودي حقيقه فعلا هو سياده وبعدين هو الحريقه تمت زي القاء الزجاجات المولوتوف من خارج مجلس المدينه، من خارج اسوار مجلس المدينه. كده وصلت الرساله يا فندم. يعني هو في برضه سياده اللواء ليه الشعب المصري دلوقتي بيقول ان قوات الامن لما نزلت يوم قصر الاتحاديه في وجود احمد جمال الدين كوزير للداخليه استقبلها المصريين بالاحضان، واليوم نرى العكس. يعني انا شايف تمام في الغربيه هو احنا لكن هم احنا عايزين كل المحافظات على ده يا فندم، عايزين تبقى على مستوى المحافظات كلها. لا احنا نتمنى اللي بنراه في الغربيه نراه في كل محافظات مصر. يعني احنا بنحييك على الاداء المهني الامني الرفيع. طب عشان نكمل بس اللي احنا بدأناه معاكم، شكرا جزيلا للسيد اللواء حاتم عز الدين مساعد وزير الداخليه ومدير امن الغربيه. طب ما تجاوبوني انتوا على السؤال ده. ايه هو السؤال اللي طرحه الاستاذ مصطفى حموده؟ عشان احمد جمال الدين. لا ما هو نخليه بقى للاستاذ ناجي. طيب ممكن يكون انت عندك الاجابه، نشوف كده ممكن يكون مختلف معاه. البعض بيرى البعض بقى اللي هو مش موجود هنا، لان البعض الاخر ممكن ان هو شايف ان الدنيا زي الفل وان الاستراتيجيه في الداخليه ما اتغيرتش. يعني البعض بيقول ان النظام الحالي مش بس ورث تركه مبارك وحملها الثقيل، ولكن ايضا ورث نفس التبريرات ونفس الاعذار اللي كان بيسوقها نظام مبارك، وورث من ضمن ما ورث في التغيير الحالي لوزير الداخليه نفس المنهج القديم اللي هو وزير لامن الحاكم وليس لامن المواطن. الى اي مدى الكلام ده ممكن ان احنا ناخده كده في سياقه بكامل كلماته ومفرداته ونقول ان هو صحيح؟ شوف حضرتك، يعني من الدروس المستفاده من 25 يناير زي ما قال سياده اللواء حاتم عز الدين ان الشرطه في خندق الشعب، وان الشرطه مسؤوليتها الحفاظ على المنشآت العامه، وفي نفس الوقت من مسؤوليتها ايضا الحفاظ على حمايه اي مظاهره سلميه. هذا الكلام كان مطبق على مدى فترات طويله في عهد وزراء الداخليه اللي جم بعد ثوره 25 يناير. وكان ابرز مثال على هذا الاداء الرفيع كان اللواء احمد جمال الدين. لان اللواء احمد جمال الدين
هو وعد درس تماما. كان في حتى تصريح شهير لاحد القيادات الداخليه في الفتره دي وقال احنا مش كل مره احنا لوحدنا اللي هنحاسب على المشاريب. بالظبط بنفس الجمله. هو ده كلام صحيح. يعني هو قرر انه معنى هذا كان انه مش هيحاسب على المشاريب، انها هتبقى الشرطه المصري كلها وليس للحاكم. وبالتالي الشرطه تقوم بواجبها ولكن لصالح كل ابناء الوطن. وحصل هذا الكلام في قصه الاتحاديه اللي هو احمد جمال الدين حسن معنوشه في كل الدنيا، لما طلب منه رئيس الجمهوريه ان هو يفض قال له اديني امر مكتوب عشان في النهايه انا ما اتحملش المشاريع باللفظ بتاعه. وقيل ان هو ما جاش في التشكيل الوزاري الجديد وكان الراجل شغال بشكل مهني عالي جدا. وشفنا ان في علاقات الود بين الشعب والشرطه رجعت تاني. ما انت زي ما مصطفى بيه قال ان كان في عناق بين المواطنين ورجال الشرطه، لان الشرطه بقت شرطه الشعب ولا تحمي اي حاكم ايا كان هذا الحاكم. لحد ما فوجئنا بهذا الخروج المهين لوزير الداخليه احمد جمال الدين، برغم انه هو من افضل او وزراء الداخليه اللي جم مصر، برغم من المده الوجيزه اللي عليها. وبالتالي شفنا الوزير الجديد محمد ابراهيم رجع بالعقليه القديمه كحبيب العدل، ان الشرطه تاخد تعليمات وتنفذ التعليمات حتى لو كان النتيجه قتل 8 في السويس، قتل 2 في الاسكندريه، النهارده 30 قتيل في بورسعيد. فاحنا كنا عايزين الثأر اللي كان بين الشعب والشرطه من ايام امن الدوله وحبيب العدلي ان هو ينتهي، يبقى في علاقه طيبه بين الشعب وشرطته. للاسف الشديد احداث امس واليوم تقول ان احنا ما بنيناه على مدى سنتين ان احنا نعيد الجسور القويه بين الشعب والشرطه ذهب وولى ولن يعود. اللي حصل في الغربيه نغمه نشاز اللي في الغربيه اللي هو حاتم تفهم موقفه وقال لك انا بحمل مدار السلميه، وحتى لما تجربه قابله للتكرار. ايه المانع؟ ما هو ده قياده امنيه اهي. انما ان انا على طول بالرصاص وبتوع السويس كلهم رصاصات في البطن. يقول لك احنا كنا بنرد على عندها حصل على جندي من جنود الامن المركزي. بصفه عامه هذا الوطن لن يستقيم له حال اذا كانت نظره الشرطه لاي مظاهره سلميه تاخد تعليمات افض حتى لو كانوا القتلى، حتى لو كان لحوم من الدماء. طيب احنا معانا بقى وجهه النظر الاخرى، ولو حضراتكم عندكم برضو استفسارات او تعقيبات او اسئله اجهزوا بيها. الاستاذ محمد علوان امين التثقيف بحزب الحريه والعداله. اهلا بك استاذ محمد. اهلا بسعادتك يا فندم، اهلا بيك وبضيوفك الكرام والمشاهدين. استاذ محمد، يعني الى اي مدى حضرتك ممكن تبقى شايف ان في انجازات خلال الفتره الماضيه تستحق ان نروج لها وان الناس تطلع تحتفي وتحتفل بما حدث؟ نعم. اتفضل. نعم، لا شك انه منذ قيام الثوره المباركه في 25 من يناير كان يجب الا نحول هذه الفرحه الى هذه الماساه التي نراها الان، وخاصه ان هناك مكاسب واستحقاقات كبيره تحققت لعموم الشعب المصري بعد هذه الثوره الكريمه. زي ايه؟ يجب ان نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الامر. نرى من اهم هذه الانجازات لا شك النظام المخلوق الذي كان قبل ذلك بكثير من عناصره. الامر الثاني الذي تم هو مأسسة او السعي الى مأسسة الدولة مرة اخرى باعادة مؤسساتها. فكانت انتخابات، اولا كان استفتاء 19 مارس الذي برز من خلاله الاراده الشعبيه التي حددت خريطه الطريق، ثم انتخاب مجلس الشعب شهد له القاسي والداني بفضل الله، تحقق من خلال اراده المواطن المصري. خرج الرجال والنساء والجميع سعداء لامر حرم ومنه كثيرا قبل ذلك. استاذ محمد سامعني؟ وكان مجلس الشورى. استاذ محمد، ثم كانت انتخابات الرئاسه. اديني فرصه للحوار معاك. البعض اللي ممكن يبقى مش حاضر في اللقاء ده يرد على حضرتك، طب وليه بتنسب ده ليك انت وانت فصيل من المصريين؟ يعني انا لا انسب هذا لنفسي، ولكن انسب مكتسبات للمصريين جميعا، لاننا انا لا اتحدث عن نفسي. أيوة. انا اتحدث عن شعب مصر الذي حقق الله له هذا الامر. فهذه مكتسبات للشعب من خلال هذه الثوره بكل فصائلها، بكل رجالها، بكل نسائها بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن احد العناصر الموجوده في هذا الشعب، لا نقصي احد ولا نستبعده ولا نقبل ان يستبعدنا احد او يقصينا. صحيح. ولذلك تمت بعد ذلك برضه من الانجازات ان يخرج الشعب ويعبر عن ارادته في الانتخابات الرئاسيه، واختار الشعب من اختار، ومن اختاره الشعب سعى لتحقيق اهداف الثوره. صحيح هناك معوقات،
لم تتحقق بعد. اهداف الثورة تتحقق في سنوات. يكفي فخرا ان تصبح الادارة في الدولة ادارة مدنية، وان يشهد الجميع بان الجيش المصري العظيم عاد الى مهمته الاحترافية. ثم بعد ذلك ينجز في عهد الدكتور محمد مرسي دستور راقي نستطيع ان ننافس به غيرنا، مع بعض الملاحظات التي ادتها بعض القوى السياسية، وهي نقول اهلا وسهلا. هناك مواد في الدستور، المادة 217 كيفية تعديل بعض مواد الدستور لانه ليس قرآنا. كل هذه فضلا عن امور اخرى، قضية سيناء ودخول الجيش المصري فيها، تحقيق بعض الامور على ارض الواقع من خلال كرامة المواطن المصري وبعض الامور الاقتصادية التي يسعى اليها مع علمنا بخطورة المرحلة الانتقالية وما فيها. استاذ محمد أناس لا يقبلون. استاذ محمد اسمعني بقى، خليك على الهاتف. خليك معانا على الهاتف. انت حضرتك طبعا مشكور، وذكرت بعض النماذج للانجازات ديت. انا معايا في الاستديو الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والاستاذ مصطفى حموده، عايزين يعقبوا على بعض ما تفضلت بيه حضرتك. اتفضل. استاذ محمد، تحياتي لحضرتك. الحقيقه انت متفق معنا انها مأساة نراها جميعا الان. من المتحدث يا استاذ ناجي؟ استاذ مصطفى حموده. مصطفى حموده. اهلا يا استاذ مصطفى، احنا جيران يا استاذ مصطفى. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد. طب وده هيمنع لو ليه ملاحظه يقولها؟ لا ده انت على علامه، ده بالعكس. ربنا يخليك. يعني انت متفق معي اننا جميعا في مأساة واننا في قارب واحد. اتفضل. ومتفقين اننا انا متفق على ان المأساة ناشئة من تحريض بعض الشباب والخروج او الخروج على الشرعية وعدم استخدام الامور. استمعنا الى ما قلته يا استاذ محمد، ارجوك اسمعني. اتفضل. اتفقنا انها مأساة، وان على رأس الدولة رئيس منتخب، وحضرتك قلت ان من المكاسب والانجازات رحيل النظام والسعي الى مأسسة الدولة. واعتقد ان هذه الانجازات كانت انجازات الشعب المصري كله. ثم قلت ان استفتاء 19 مارس وانتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، رغم ان ذلك تم في عهد المجلس العسكري. وانا اقسم المرحلة من الثورة حتى الان الى مرحلتين. المرحلة الاولى منذ بداية الثورة وحتى 30 يونيو حتى تولي الرئيس مرسي، والمرحلة الثانية من 30 يونيو حتى الآن، أي 7 شهور حتى الآن. أنا نفسي أسأل حضرتك ماذا تم في ال7 شهور؟ السؤال الواضح يا أستاذ محمد، يعني حضرتك كلمنا عن الإنجازات منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئيس المنتخب سدة الحكم، الفترة دي تحديدا. يا فندم تم لا يمكن وصف ما قام به الدكتور محمد مرسي من حياة المصرية إلى حياة مدنية، بإبعاد المجلس العسكري عن سدة الفصل، ثم إقامة حياة مدنية طيبة، ثم بعد ذلك رفع قيمة مصر عالميا ووضعها إلى مكانتها المنطقة، ولا ننسى زيارته إلى الصين، ثم عودة مصر إلى دور الحوض التي هي منابع لنا، ثم بعد ذلك زيارته لإيران كقوة إقليمية وموقفه هناك، زيارته إلى أمريكا وإعلانه بسمو الدولة المصرية. أستاذ محمد مردود عليا إيه؟ ثم عودته إلى الدول الأشقاء في الدول العربية السعودية وغيرها، مواجهة هذا الموقف الاقتصادي القائم والموجود والسعي لحل مشاكل المواطنين والتفاعل معهم. كل هذه الإنجازات كانت للدكتور محمد مرسي برغم الحرب الشنيعة. يعني الرجل يطلب البنيان يوما تلواه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. يا استاذ محمد نحن نقول ليتنا نضع ايدينا جميعا في يد الدكتور محمد. واحد على فكره احنا مش عارفين، بس اسمعنا عشان نتواصل المواطن يفهم. ليه المواطن العادي مش حاسس بالانجازات دي؟
ليه مش بتصب في يا فندم المواطن المصري يشعر بهذه الانجازات حتى على المستوى الاقتصادي من خلال جمله من الامور. يصر الرئيس على ان تكون علاوه شهر 7 15%. يشاء الله سبحانه وتعالى ان تكون المواد والكفاءات الموجوده ما زالت في سعرها وفي متوسط المواطن، من اننا نرجو المزيد بالرغم من الكيد وبالرغم من الضرب وبالرغم من التحريض. كل هذه الامور بالرغم من ان الاحتياط النقدي المصري نزل من 4 مليار الى اقل من 14 مليار. كيف نحافظ على موارد الدوله؟ هذا رجل وتصور شديد جدا. لا اقول لا في جمله امور نتمنى ان تكون احسن من ذلك، ولكن عندما اجل بالموارد، اجل بحجم الانتاج، اجل بالظروف الموجوده، لا نريد ان نعارض لمجرد المعارضه، ولكن نقول ان الظرف يستدعي هذا الامر، وهناك تحسن مع النسبي ورصيد، ولكنه اكيد ومستمر ان شاء الله. طب انا عندي اقتراح، ثواني بس انا عندي اقتراح تبقى تشرفنا هنا الاستديو، هيبقى في فرصه افضل. انا اسعد بيك يا فندم، اسعد بيك، وانا اسف جدا لان انا بكلمك وانا في مواصلات. انا تحت امر حضرتك، وسلام تحياتي لكل الحضور، واسعد بيك يا فندم من فضلك. طيب احنا هو المواصلات على فكره، فمش عارف ان هو يرد علينا يا استاذ مصطفى، فمعلش يبقى مره ثانيه يبقى معانا ان شاء الله. يعني احنا نتمنى للرئيس مرسي كل نجاح وتوفيق، نجاح ونجاح. طيب شكرا جزيلا للاستاذ محمد علوان امين التثقيف بحزب الحريه والعداله، ونتمنى ان شاء الله يبقى في فرصه يا شباب ان هو يكون معانا هنا برضه في وجود حضراتكم. يا ريت يعني يبقى افضل من المداخلات الهاتفيه. هو يعني ما عندوش وضوح رؤيه، يعني احنا عموما ما بيتكلمش عن مصر، هو عموما عنده تصور لانجازات تمت من وجهه نظره. اذا كنت حضرتك مختلف معاه في الجزئيه ديت ممكن يبقى فيه نعتبرها مناظره يعني. ده يعني ده بيعتبر طيب. دستور راقي. من ضمن الحاجات اللي انا عايز ان انا اناقشها مع حضرتك، ما تاثير ما حدث يعني بالامس ويمكن قبل الامس كمان والنهارده على ملفات كنا بدانا ولو حتى بشكل نسبي يحصل فيها تحسن. الامن كان بذل جهود معينه في استقرار الاوضاع واشعار المواطن ان في رجل شرطه موجود في خدمته. الاقتصاد الى حد ما يعني الناس كانت بدات تشوف الامور بدات ان هي تستقر نسبيا. صحيح كان في تعليقات عن احداث سلبيه زي الحال اللي وصل ليه الجنيه المصري، وان هو باللفظ كده ان هو يعني فقد كرامته، يعني اذا جاز ليا التعبير المأساوي ده. ازاي ان احنا نتجاوز ده من وجهه نظرك؟ والاحداث ديت ممكن توصلنا لفين؟ انا شايف ان الاداره المصريه متمثله في الرئيس والحكومه يعني هم ماشيين تحت هوى الامريكان. الاداره المصريه ماشيه وفقا لهوى الامريكان والاوروبيين ايضا. وان القصه اللي هم قالوها من بدري بتتنفذ دلوقتي في مصر. وادخال في مصر التقسيم والتفتيت ولا طبعا. ونوصل لثوره الجياع ويعقبها يعني يبقى فيه حاجه للفلسطينيين في غزه والامور تمشي بهذا الشكل. وان مصر لم تضار في تاريخها بهذا السوء حتى في تاريخها كله، لان حتى الاداء الامني اللي كان السيد بيتكلم عنه، وهذا الاداء الامني اللي هو كان الناس حسوا بيه وبقى فيه علاقه ترجع بين الشعب والشرطه. امبارح نسفت كل الجهود دي بذلت على مدى عميق من ان يكون هناك مصالحه بين الشعب والشرطه. الاداء الاقتصادي، انت عندك 3000 مصنع مقفولين. الجنيه بتاعك انت عارف معنى ايه ان الجنيه بتاعك، بس في المقابل في بعض الدعوات وجهت لبعض رجال الاعمال اللي شعروا بالقلق وكده، وحتى بعضهم نقل جزء من استثماراته وحتى فكر ان هو يهاجر. دعوات للتطمين يمكن كان بيطلقها السيد حسن مالك، يعني انا حتى كمان ما اعرفش المقر الرسمي بالنسبه له اللي بيشغلوا ايه، دعوات الاستهلاك المحلي. لان كلهم قالوا انهم دخلوا في مفاوضات مع اللوب الاخواني الراسمالي علشان يشتري هذه المصانع. فالكلام ما فيش حاجه على ارض الواقع. انت حضرتك على ارض الواقع ان محاولات التصالح اللي بتتم وفقا لما قيل اعلاميا مع رموز النظام السابق ورجال اعماله طبعا استهلاك محلي. طبعا استهلاك محلي، لان دي عايزه محتاجه خطوات عمليه. مش ممكن يكون مقصود منها توفيق اوضاع وبالتالي تشجيع المستثمرين ان هم يجوا اوضاع. انت حاليا هتعيش في شبح في حرب مع الماضي ولا تعمل مصالحه شامله. على جنوب افريقيا عملتها وعملت دستور عضوي بنوه 6 سنوات.
طلع دستور توافقي لكل ابناء الشعب الجنوب افريقي، وكان نسبه خروج الشعب الافريقي في الاستفتاء 86% من تعداد شعب جنوب افريقيا. الخطوات واضحه. انا محتاج ان مصر يبقى رئيس لكل المصريين، وليس لا رئيس لجماعه ولا عشيره. الى اي مدى وفق الدكتور محمد مرسي في ان هو حتى هذه اللحظه هو لم يقوم بدوره كرئيس للمصريين، ونفس حتى خطابه اللي قاله عند الاتحاديه وجهه للجماعه والعشيره. وانا الدكتور محمد مرسي اعرفه من زمان، ما هو مش كده، هو عنده قدرات افضل من كده. فين هي؟ عارف بمناسبه طيب انا عايز بس ان انا اشوار لجزئيه بس معينه بمناسبه الدستور. ما هي برضه بمناسبه الدستور، واحنا بنناقش قانون الانتخابات كان قاعد جنبي احد اعضاء لجنه الدستور اللي عين في مجلس الشعب. فلما جينا عند ماده العزل السياسي قال لي دي هتاخد، هو احد اساتذه القانون اللي عين في مجلس الشورى، اللي عين في مجلس الشورى قال لي دي هتاخد عدم دستوريه. فقلت له ليه؟ قال لي لان النص داخل الدستور في ماده العزل بيقول الا يكون عضوا من مجلس الشعب او الشورى خلال الدورتين السابقتين على قيام الثوره. فنسيوا يحطوا كلمه اي من الدورتين. فقلت له ما حضرتك كنت عضو في اللجنه وكنت من المدافعين واشد المدافعين عن الدستور. كان عضو كمان لجنه صياغه؟ عضو جماعه التاسيس خلاص. عضو جماعه التاسيس. قال لي جات لنا الساعه 2 بالليل احنا ما كناش شايفين. اللي هي في الجلسه الشهيره اللي استمروا لحد 8. لا استمروا الصباح. قال لي هتاخد عدم دستوريه لان احنا في القانون اضفنا لها كلمه اي من الدورتين. انت ناسي انا مقدم فيها تعديل. ولما قلت انتوا نسيتوا في الجلسه الماراثونيه اللي هي 19 ساعه ان انتوا كان قصدكم يبقى يتم عزل اللي كان في برلمان 2005 او كان في برلمان 2010. طيب لان مجلس الشعب خلاص بس دي مهمه جدا. اتفضل. ما احنا عايز فيها برضه والله عندي استفسار. لان هو الدستور قال لك ايه في العدل السياسي؟ واعضاء مجلس الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين. في الفصلين التشريعيين جمع الاثنين. هم لما جم عملوا القانون حطوا ايا من المجلسين، فانا لقيتها مخالفه للدستور، قدمت اقتراح، والاقتراح الوحيد اللي موجود بتعديل الماده كان اكثر الاعضاء تقديما للاقتراحات بالمناسبه، واشتبكت معاهم مع الحريه والعداله ومع رئيس المجلس. بس كان بيراهن في يوم من الايام على فكره هو بعض القوى السياسيه على ان التفاوض ممكن يجيب نتيجه يعني. لا اي تفاوض حتى نساعد. نعم. بس اللي حصل ايه بقى ايه؟ ان هم اصروا على في اي من ديت معناها عدم دستوريه على طول. هتروح المحكمه ولو خدت عدم دستوريه هتسمح للي دخل في 2005 وما دخلش في 2010 يدخل، والعكس صحيح، اللي دخل في 2010 وما دخلش في 2007 هتسمح له بالدخول. صح. فهو ده الاستعجال. انا عايز بس ااكد الخبر كمان اللي كان جالنا، هنقوله مره ثانيه كده لحد ما زملائنا يحاولوا يتصلوا بالسيد اللواء مصطفى باز مدير امن الدقهليه. عاجل الخبر وفقا لموقع اليوم السابع بيؤكد اقتحام مجموعه البلاك بلوك لمبنى محافظه الدقهليه، والخبر موجود اهوت، ودي صوره لموقع اليوم السابع. اتمنى ان زملائنا يحاولوا ان هم يوصلونا بالسيد اللواء مصطفى باز مدير امن الدقهليه. انا عاوز اقول لك علشان ياكد لنا المساله ديت، في واضح ان في تصاعد للاحداث. ما زال رئيس الدوله قابعا في مكانه. والاخبار بتقول ان حي شرق اسكندريه تم اقتحامه. ده خبر تاني. ده موقع ايه؟ وزي ما قلنا مبنى اليوم السابع مبنى محافظه الدقهليه. وقلنا ارتفاع قتلى بورسعيد الى 30. اقتحام قسم شرطه السويس وتهريب المساجين. مفيش دوله يعني. انا عايز اوصل لجزئيه اسمحوا لي بس عشان نوصل للمشاهد. احنا من ايام بسيطه كان عندنا وفد رفيع المستوى بيمثل الاحلام المصريه في جذب الاستثمارات في القمه الاقتصاديه اللي عقدت في السعوديه. الناس دي بتتابع الاحداث، يعني المردود من وجهه نظرك احنا هنروح لفين اقتصاديا؟ ممكن نبقى رايحين لفين من وجهه نظر حضرتك يا استاذ ناجي؟ اتفضل. مفيش مستثمر يجي لك في بلد ما فيهاش امن وامان. مفيش مستثمر يجي لك وعارف ان البلد ما فيهاش قانون. وبالتالي طب ما ممكن نتربى على الجزئيه دي تقول بلد فيها حريه، ان اللي عايز يعبر عن رايه بيطلع يعبر عن رايه، وحتى لو تجاوز المستثمر هيجي يستثمر في ظل الحريه، مش الحريه فقط، ولا يستثمر في ظل قانون. انا بحاول اكون مكان المواطن البسيط. المستثمر يكون في ظل قانون وفي امن موجود يحمي استثماراته. السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده. عشان كده دايما نقول الاقتصاد السياسي والسياسه الاقتصاديه. والامن جزء من السياسه، ومستحيل هيجي مستثمر عشان يستثمر امواله في مصر دون وجود امن.
واعتقد ان الاحداث المتعاقبه اللي بتحدث في مصر تدل على ان الامن في حاله، بلاش نقول سيئه عشان يعني احنا نتمنى ان احنا نخرج من الوضع اللي احنا فيه، لكن هي فعلا سيئه. يعني مفيش اداره كده، وبالتالي لازم نبقى متفقين انه مستحيل حد هيجي يستثمر امواله في ظل هذا الوضع. طيب خلونا ننقل كده اللي بيحصل في محافظات الدلتا. اتفضل. طيب دمياط من المحافظات على فكره اللي احنا عايزين. بس ان مصطفى خد الكلمه. احنا هنرجع نتكلم، انا مش هنسى ما تقلقوش. لا هو خد مني الكلمه ببساطه كده وانا سبتها. انا برضو على فكره هنرجع لحضرتك ما تقلقش يعني. طيب خلونا بس نشوف كده يعني الاوضاع ايه في محافظه دمياط. هيكون معانا على الهاتف الاستاذ محمد مهران الصحفي بدمياط. اهلا بيك استاذ محمد. استاذ محمد. اهلا مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ارجو ان حضرتك تسمعنا من التليفون وتغلق التلفزيون او توطيه يعني. انا بعيد عن التلفزيون. اتفضل يا فندم. يعني الاوضاع اخر المستجدات في محافظه دمياط. هو المستجدات هو بالنسبه للنهارده طبعا في بعض الناس نتيجه للحكم بتاع النهارده، في بعض الناس فرحانه، في بعض الناس مبسوطه، وفي ناس طبعا زعلانه عشان اهالينا وجيراننا في محافظه بورسعيد. لان اللي انا بقول لحضرتك تداعيات الاحداث كانت بتحصل امبارح كانت نتيجه لتردي الاوضاع الاقتصاديه في محافظه دمياط. يمكن كانت دمياط كانت ما بتشاركش قبل كده بهذه الكميه او بهذا الكم من المعترضين على السياسه العامه للدوله او عما يحدث على الساحه، ولكن نتيجه لتعرض بعض الناس لغلق محلاتهم وعدم وجود اسواق وعدم تردد المستهلكين على دمياط، ده طبعا ادى الى يعني انفجار برضه بعض الناس وخرجوا ليعبروا عن غضبهم واستيائهم مما يحدث على الساحه واهمال على العلم ان دمياط هي طبعا بتستوعب اكبر قدر كبير من العماله وبتقي بلدان كثيره شر مساله البطاله، فخرجوا امبارح يعبروا عن رايهم. والحمد لله ربنا يسهل كده ما جراش اي احداث دمياط دمياط محافظه لها طبيعه خاصه، يعني طبيعه صناعيه في المقام الاول ومجتمع عمالي بامتياز يعني. ما هو الحافز الاساسي اللي خلى الناس تتحرك من وجهه نظرك؟ سامعني يا استاذ محمد؟ هو زي ما قلت لحضرتك الحافز الاساسي ارتفاع الاسعار، سواء كان الاوضاع الاقتصاديه لها دخل في ذلك ام لا. بعض الناس مش لاقيين عمليه تسويق، طبعا الناس اللي حصل عندها حاله تفوت بعض يقول لك افرض اوضه فعلا اللي عنده عامل خلاه مشاه وقاعد يشتغل هو بالاجر عند الناس، والارتفاع الجنوني في الاسعار ادى الى عدم تردد الناس على محافظه دمياط. طبعا نقول البحث عن العداله الاجتماعيه الغائب يعني من وجهه نظر استاذ محمد. حضراتكم عندكم اسئله يا استاذ محمد؟ طيب شكري الجزيل للاستاذ محمد مهران، وارجو ان حضرتك تبقى دايما معانا لو في اي احداث جديده تتصل بينا. شكرا جزيلا محمد مهران صحفي بدمياط. ينتهي الاستاذ مصطفى ونرجع لك تاني على نفس السؤال. ما هو نفس السؤال، ما هو انت بتتكلم على المؤتمر الاقتصادي القمه الاقتصاديه العربيه. الاول انا بعتذر لكم على فكره عن المقاطعات الكتير. يعني انا حاسس بيكم والله، بس يعني عذري ان في احداث لازم تواكب الاحداث في المحافظات. ده على فكره احنا في مداخلات هاتفيه كمان عايزين ان هم يطرحوا عليكم اسئله. واحد بس مع الاتصالات احنا هنحاول نقلل واحنا مانعين بالفعل والله. لا ما تمنعش ولا حاجه. طيب الملف الاقتصادي ملف ممكن يكون فيه انجازات ولم يحسن مسؤول الرئاسه تسويقه للمواطن المصري. اي انجاز وانت بتتكلم عن مصر، فين ملامح هذا الانجاز؟ بقول لك عندي 3000 مصنع مغلقين. انا بحط نفسي في السؤال ده على فكره مكان حد من الحريه والعداله شايف فيه انجازات. الجنيه عندك هيتعوم طبقا لشروط صندوق الدولة. ومعنى تعويمه ايه؟ معنى تعويمه ان فاتوره الواردات المصريه هترتفع بنسبه هذا التعويم ويمكن تضاعف كمان. وبالتالي المديونات بتاعتك اللي وصلت حاليا ل 1300 مليار جنيه مرشحه للارتفاع عن ذلك. لا انت اللي عملت البعض اتكلم على الجزئيه ديت ناجي بيه وقال ان ده ممكن كمان يصب في صالح تحفيزنا احنا على ان الصادرات المصريه تحتل اسواقا ما كانش من السهوله بمكان ان هي تدخل. يا سيدي انا يعني اقصد قال ايه؟ قال ان احنا مطلوب مننا حاجتين، ان احنا نرشد استيرادنا لان احنا بنعتمد بشكل كبير جدا في حياتنا على كم كبير جدا من الاستيراد وقليل من الصادرات. قال تعويم الجنيه اذا حدث
مع اثاره السلبيه احنا ممكن كمان نستثمر في شق الصادرات. لاي مدى ده ممكن يعني نظره تستحق التامل؟ حفنه من رجال اعمال هيستفيدوا ان منتجاتهم بقت بالنسبه للدولار تروح هناك للمستهلك الاوروبي ولا لكن يظل المواطن العادي لا بسعر بسيط. ما هو بيقول هتستفيد ايه؟ ان السلعه اللي كانت ب 3 دولار وكانت وتتحاسب ب 18 جنيه في مصر هتبقى في هذه الحاله تكلفتها اقل للمستهلك الاوروبي، فهذه ارتفعت تزيد، يعني منتجاته تبقى سعرها صغير. ده اللي بيقول عليه. مين هم دول؟ كام واحد بيصدر في مصر دلوقتي؟ فعام 3000 مصنع خاص. خلاص هي القصه عشان المشاهد يفهمها. ما طرح لحد 3000 مصنع قطاع خاص اتقفل في مصر، وبالتالي تصديرك بقى محدود. انا مش بتكلم على رجال الاعمال اللي هيكسبوا. الدوله المصريه ما بتصدرش حاجه، مصر كدوله ما بتصدرش، اللي هي ملك الخزانه العامه اللي بتصدر رجال اعمال. انما فاتوره الواردات تحملها الدوله المصريه. انت كل حاجه بتستوردها. وبالتالي هم نفذوا اجنده النقد الدولي، لان تنفيذ هذه الاجنده هيحقق اهداف في اوروبا وامريكا من مصر. مش عارف ليه انا حاسس ان السؤال ده استفزك قوي، بس انا بحاول انوب عن المواطن العادي. وممكن كمان في السؤال ده عن الحريه والعداله تحديدا ممكن حد من المتحدثين يقول فيه يا راجل ده بيتكلم على يقول لك دستور راقي، برغم ان الدستور اللي عملوه هو اللي شعل الجو في مصر. طيب الصوره دلوقتي اللي رسخت في ذهن من يتابع اللقاء ده هو كله كده ضرب ضرب ضرب، ما فيش خير ابدا حصل يا جماعه. ممكن احنا نتكلم عليه. يقول لسانك السؤال ده قول ما هو الخير، قول ما هو الخير اللي جالك. السبيل لتلافي سوء الاوضاع اللي وصلنا ليها كوطن. انا عايز اقول لك مثال نعمل ايه علشان ان احنا نبني. انا اقول لك مثال بس. انا نائب سابق او للخروج من الازمه. انا نائب سابق. وكان الحكومه لما تجيب قانون تعدي المواد او قانون جديد، انا كنت بقدم بنفس مواد المشروع مواد من عندي مضاده له تعديل. كانوا بيسمعوني. ما كانش حد بيصوت عشان اسكاتي. ده في وجود صفوت الشريف؟ طبعا ابدا لم يكن احد منهم يصوت. في زمن الحريه والعداله رئيس المجلس صوت. مين اللي بيصوت يعني؟ ما مجلس شورى اغلبيته اخوان الاغلبيه بتاعته. صوت على ان انا صاحب الاقتراحات بتعديلات المواد ما اتكلمش حتى بعد ال90 اللي تم تدعيم المجلس بيهم. ما الاغلبيه ما ال90 مين؟ منهم كلهم 16 او 18 او 20 معارض، مش معارض يعني من احزاب الموالاه، والباقي كلهم ينتمون للاخوان المسلمين. لا هو مساله الازمه دي بس انا طيب فالقصه الاداء مرتبك ومفيش فهم للدور. الناس اللي احنا بنعينهم بقى عشان يبقى الوقت الكافي ليكم، واحنا عندنا كمان حوالي 10 دقائق، هتحولوا لنا الاتصال يا شباب ولا اقوله؟ هو بس انا عاوز اقول طيب الاتصال جاي لحضرتك تحديدا يا استاذ ناجي. انا عذرا يا استاذ مصطفى. بيقول احنا بنتكلم دلوقتي ان في مشاكل. طب الاحزاب دورها ايه في تقديم رؤيه وحلول ان احنا نخرج من المشكله؟ احنا عارفين ان في مشكله. اقول لك رؤيتي للحل كحزب الجيل. اتفضل. انا عندي رؤيه. اتفضل. ما هو الرؤيه اللي انا بقولها لو اخذ رئيس الجمهوريه هتحل المشاكل كلها. اتفضل. بعيد عن المبادره اللي قلناها مبادره المصطفى مصطفى. انما انت عندك في هذا الاقتصاد المأزوم محتاج الامن يستعيد عافيته. وبعد ذلك رؤيتك رقم 1 استعاده الامن لعافيته. وبعد ذلك استعيد تجربه طلعت حرب باشا من التاريخ. عمل ايه طلعت حرب؟ اسس بنك مصر ومن خلال بنى مفاصل الدوله، انشا كل المؤسسات اللي حملت مصر اللي حملت اسم مصر. انت عندك حاليا تنادي مره ثانيه بملكيه الدوله لكل المؤسسات. لا هو بنك مصر كان قطاع عام، كان قطاع خاص ايام طلعت حرب. هو اللي عملوا طلعت حرب مساهمات ومساهمات. انا بقول لك عندي حاليا ما يقرب من ال 1000 مليار 1200 مليار جنيه مدخرات المصريين في بنوك المصريين. انا مش محتاج معونه من الخارج، مش محتاج مستثمر اجنبي، مش محتاج قرض من صندوق النقد الدولي، محتاج اعمل زي عمل طلعت حرب المليار و300 مليار التريليون 1300 مليار جنيه مدخرات المصريين في البنوك العامله في مصر. اقول لهم تعالوا اشتغلوا زي ما طلعت حرب بشتغل. يعني اطمن المصري اولا، اعملوا مشروعات كثيفه استخدام للعماله ومشروعات متوسطه. البنوك اللي تعملها وتطرحها على الشعب ويشتريها في شكل اسهم. لو بعدين اهتم بالصناعات الصغيره والمتوسطه اهتم بيها. يبقى رقم 1 استعادة الأمن لعافيته، رقم 2 طمأنة المواطن المصري بشكل عام والمستثمر المصري الداخلي بشكل خاص، الاعتماد بشكل كبير جدا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. لا انا في حزب الجيل بقول لك ايه؟ الاعتماد على الذات هو جوهر التنمية الاقتصادية. طيب ويجب الا ركن لقروض ولا اعانات خارجية، ثم اعمل مصالحة وطنية. مصالحة وطنية شاملة حقيقية، منها المواد الخلافية اللي في الدستور، منها قانون الانتخابات اللي قال لك لا تسقط العضويه على عضو مجلس النواب اللي بغير انتمائه الحزبي.
وكأننا عايز اغير التركيبه او الخريطه اللي نتجت عن الانتخابات اللي الشعب عملها. طيب تصورك للحل، وده هيبقى ختام ان احنا قدام ملف مشهد مع حضرتك يتكون من اتجاهين. مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه دلوقتي قال في بيانه ان دعا كافة القوى السياسية الى حوار وطني تقوده شخصيات وطنية متفق عليها لتحقيق التوافق الوطني بشأن جميع الملفات الخلافية، ومن بينها انتخابات مجلس النواب. معنى ذلك انهم متفقين مع جبهة الانقاذ ان قانون مجلس النواب به عيوب. وجبهة الانقاذ النهارده في مطالب اعلنتها بعد اجتماعها اللي تم ظهور اليوم، اعلنوا 4 مطالب. الحقيقه هي مطالب كان يجب على رئيس الدوله من غير جبهة انقاذ ومن غير حاجه انه يطلع يقول تحقيق في قتل المتظاهرين، لجنه محايده تحقق في ذلك، ولجنه قانونيه محايده لتعديل الدستور، وتشكيل حكومه انقاذ وطني. والمطلب الرابع، واعتقد ده طلب كثيرا من كثير من المصريين، اخضاع جماعة الاخوان المسلمين تقنين الوضع للقانون او تقنين الوضع. احنا قدام مشهد مرتبك، لو بقى على هذا الوضع ستزداد الازمة اكتر وستزداد صعوبة وستزداد الهوة بين المواطنين وبين الحاكم. واعتقد ان احنا في بداية ثورة 25 يناير لم يكن هدف المصريين الاول هو اسقاط حسني مبارك. تصاعدت الازمة يوم عن يوم، اقصى امانيهم حسن المعاملة مما ادى الى اسقاط واللي صاحب وزير الداخلية. وبالتالي احنا مش عاوزين الامور تعود. احنا بنؤكد تماما ان الرئيس مرسي رئيس منتخب، لكن بنؤكد تماما ان التظاهر السلمي حق لكل مواطن. وليس بمناسبة ان هو رئيس منتخب، هو الصندوق كفل له الاستمرارية فقط ولا كفل مع استمرارية المعارضة والحق في المعارضة؟ لا طبعا المعارضة، طبعا الحق في المعارضة، والحق للمصري انه يعترض، والحق للتظاهر السلمي للمواطن انه ينزل يقول لا، وان ده ما فيش شيء. ما هو المواطن ما شافش حاجة. الأخيرة بس اللي بختم بيها لقاء مع حضراتكم، البعض بيقول هو انتوا بتطلبوا من الاحزاب ليه ان هم يقدموا رؤية وحل، وان هم يحطوا ايديهم في ايدين من يحكم؟ ما هو انا طالما عندي القدرة وتصور للحل، طب ما اعمله انا. تقدمت نفسك على انك تمتلك القدرة على ادارة وطن بحجم وقيمة وقامة مصر، لماذا تقدمت اذا وانت لا تملك هذه الرؤية والاليات الكافية للحل؟ مظبوط، لان مسؤولية الاحزاب في النظام البرلماني ايه؟ ان هي بتحاسب الحاكم على برنامجه وفق برنامجها هي. ما كلها عندها برامج لادارة الامور في البلاد. الرئيس مرسي جاء ببرنامج الاول قال لك 100 يوم، قلنا ما تحاسبوش الرئيس على 100 يوم، ماشي، بقى لنا 7 شهور. المشروع النهضة طلع نائب المرشد قال لك مشروع النهضه ده كلام فلسفي نظري. فالمساله انا محتاجين من الرئيس يقول برنامجه ايه لكي يحقق اهداف الثوره، عيش، حريه، عداله اجتماعيه وكرامه انسانيه، وفي نفس الوقت يحل مشاكل مصر. يدينا برنامج دلوقتي. وبعدين اللي قاله مجلس الدفاع الوطني ده كلام رائع، بس عايزينه يترجم الى خطوات حقيقيه على ارض الواقع. في ثانية واحدة يا استاذ مصطفى تقول لي ما هو اقرب اهداف الثورة امكانية للتحقق في الايام؟ حتى الان انا مش شايف. افكرك بس بيها تاني وافكر نفسي تعيش حرية عدالة انسانية لم يتحقق منها اي شيء حتى الان. لكن انا عاوز اؤكد على حاجة، هل يعيب الرئيس مرسي انه يتصل بكافة القوى الوطنية ويجلس معاه؟ انا اعتقد كان في محاولات الاتصال ان ده اكتر مره. بعد ايه؟ بعد الاعلان الدستوري انت بتجيبني وانا ايدي متكتفه وتقول لي تعالى بتحاور معاك. بتجيبني وانا ليس لي حق. كان قبل الاستفتاء على الدستور. انا ليس لي حق الاعتراض على قراراتك كما جاء في الاعلان الدستوري وتقول لي تعالى ما اقعد معاك. لا ده منطق غريب. يعني انا شايف انه لا حل الا الحوار، ولا حل الا اننا نجلس على ترابيزه واحده واحنا ابناء وطن واحد ونشوف مشاكل هذا الوطن ايه. ما وصل الحوار حاليا هو زي الحوار بتاع ال 25 وصلت لا نقعد ونتصور بدون شروط مسبقه. يعني انت شايف حوار نيه واراده سياسيه للحل ان احنا نحل مشاكل مصر. لازم في ظل هذا الاحتقان لازم يحل. وصلت الرساله. انا بعتذر لكم على فكره ان الموضوع كان يستحق على فكره، لان على فكره ده مستقبل وطن مصر الى اين. على رايك اللي بيتكلم ما تسال يا مواطن قبل ما تركب يعني. فاتمنى ان مستقبل بلدنا يكون ماشي للافضل. متخذ القرار الراعي اللي قدمه لنا على انه مسؤول عن كل الرعيه يستمع لكل الاراء ويكون عنده نيه واراده حقيقيه للحل. انا بعتذر بالنيابه عن كل اسره البرنامج لكل المشاهدين اللي حاولوا يتواصلوا معانا ومع ضيوف الاعزاء
تليفونيا لان الوقت لم يتسع، لذلك بعتذر لحضراتكم وان شاء الله في حلقه جايه يكون ده موجود. هل نحن فشلنا في المرور من الازمه ونحسن تصدير الازمات؟ الازمه تلو الازمه. هل لا يحسن الرئيس اختيار مستشاريه؟ هل لا يملك الرئيس مستشارين يحسنوا المشورة والرأي، وبالتالي ده سبب مباشر في تكرار الأزمات وتصعيد الأزمات؟ لماذا يصر النظام في التعامل بشكلين مختلفين تماما، يتعامل مع الخارج بلغة وخطاب مختلف تماما عن وسيلة وعن طرق وعن مفردات التعامل مع الداخل؟ الإصرار على الاحتفال البعض يراه سبب من أسباب تصاعد الغضب الشعبي، الإصرار على الاحتفال في الوقت اللي كانت المظاهرات بتخرج في كل مدينة مصر وبتقول هبة الدولة يا هبة الدولة، دم المصري هو الدولة، دم المصري هو الأولى. دي رسالة لمتخذ القرار لعله يسمع، لعله يعي، لعله يترجم أحلام وآمال الناس إلى واقع نحياه. سرقة الأمل والحلم والقدرة للحلم من الناس شيء خطير ينذر بكوارث. لعلنا نستمع. أشكركم وإلى اللقاء.